يا فرج الله، وليد صلاح الدين أخيرا بيعلن عودة إمام عاشور وجاهزيته بنسبة 100% لمباراة شبيبة القبائل اللي جاية. لكن ما تفرحش كده، لسه كتير ايه؟ ما الراجل قال اهو ان هو جاهز بنسبة 100%. في ايه بقى؟ لا، الموضوع اعمق من كده واكبر من كده. يا ترى ايه الموضوع؟ وهل عودة إمام دي لدعمه نفسيا وتثبيت رجله إعلاميا؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على كورة زون. مش هتقدر تنكر ان إمام عاشور واحد من أفضل اللعيبة اللي النادي الأهلي قدر يستقطبهم. الحقيقة وجود إمام فارق قوي مع الأهلي. خط الوسط كده تحس ان في حاجة غلط او لاج، او حتى تحس ان مفيش ربط ما بين الدفاع والهجوم، ودي النقطة اللي الكل بيتكلم فيها. النادي الاهلي دلوقتي محتاج عودة امام باسرع وقت ممكن. وليد صلاح الدين بلغ ان امام خلاص جاهز بدنيا وفنيا انه يرجع. لكن في حاجة مهمة جدا هو ما حسبهاش. هو جاهز بنسبة 100% ولا جاهز انه يقعد على الدكة ولا جاهز ان هو